السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مخلل اللفت في أسهل طريقة ليه والطريقة المعتادة. طبعا هو مالي السوق ورخيص جدا، فاحنا نستغل الوقت دوت. طبعا الشتاء كله بيبقى أحلى مخلل تعمليه هو مخلل اللفت. أول ما جبته كده وقشرته من هنا، بيبقى فيه زي فتل كده، نبتدي نقشطها كده. يعني المفروض في ناس بتشيلها خالص، لكن هو المفروض كده يعني تقشطيه الحاجات اللي هي فيها فتل. وبعد كده في ناس بتغسلها، بس مهما كان احنا لما نقطعه كده كده بيبقى فيه حاجات هنا بنغسلها، بنرجع نغسلها تاني. فاحنا نبتدي واحدة واحدة كده نقطعه. في ناس بتتخلص من ده وفي ناس بتحب العروق دي، فاحنا نقطعه مع بعض التقطيع المعتاد. القطعة الصغيرة شكلها حلو كده في البطرمان. طبعا انت ما تاخديش الصغيره اللي هي كلها بتبقى فتل، ولا تاخدي الشاخه الكبيره قوي، تاخدي الحجم الوسط. طبعا النوع الاحمر دوت هو من غير بنجر بيتعمل، يعني بيدي لون احمر، اللي هو المحمر من بره. فيه بيبقى اللي هو بامبا، ده البلدي بيبقى جميل، بس اللي موجود دلوقتي لقيت ده، وده طبعا برضو طعمه جميل. مش عارفه ده بيسموه صيني حاجه زي كده، زي الفول البلدي زي قصدي التوم الابيض والتوم الاحمر. ده جميل وده جميل، وفي ناس بتحب ده برضو. في هناك بيبقى البلدي برضو، بس مش بيبقى كتير يعني. ده متهيألي بيدي الفلاحين بتفضله ان هو بيدي كمية المحصول اكبر. فتلاقي بقى البلدي اللي زرعاه واخده منه بقى وبايعه في بلدها، ما تلاقيش اللي هو البلدي ده كتير. هقولكوا بقى على طريقتين ازاي تخلليهم، واقولكوا الاحسن ايه بس ما نخلص تقطيع. قطعي زي ما انت عايزه بقى. سهل. انت بقى اي مخلل هتعمليه ما تعملوش وقت. طبعا احنا دلوقتي داخلين على امتحانات اولادنا اللي هي بتاع شهر نوفمبر. نحاول بقى ايه ان الايام مثلا لو هتعملي حاجه كده تعملي الحاجه وانت قاعده فاضيه قدام التلفزيون، مش تخصصي الوقت. هي المخللات كده تتعمل في ثواني، ميه وملح وخلاص. في ناس بتحب العروق، احنا بنحب العروق دي بقى. بصوا اللي جواها دي تترمي. اي تقطيع ملهاش تقطيعه، قطعي زي ما بتاكلي انت وعيالك. يبقى قطعه اصغر من كده كمان. بصوا حتى بصوا اللون بتاعه هو كله صبغه. اول ما تحطيه على ميه دافيه وملح بيطلع اللون الاحمر اللي فيه، او البنفسجي كده. نخرج كده ولا كده او هكمل بقى تخريطه كله وارجع تاني. طبعا لما يبقى عندك بتاع، بصوا خلصنا كميه ولسه فاضل لنا كميه، بس لقيت دي لو عندك ديت ما تقطعيش دي، هتبتدي برضو كده واحده واحده بتشيليها. تشيليها واحده واحده تشيليها. وسهل قوي ان انت تاخدي بنص اللفتايه. هو جميل ونضيف يعني من مكان كويس، ولا بايت ولا حاجه، تحفه خالص. وانت تعرفي ان هو بقاله فتره عند البياع ولا لا. ما كنتش جايباه من غيط بالشراشيب بتاعته، ان انت تيجي من فوق من الحته اللي فوق وتكسر. لو اتكسرت بسرعه
يبقى خلاص، يبقى هو طازه وحلو لسه جاي من الغيط. لو مالت معاكي وما اتكسرتش، حسيتي ان هي بتتنى ما اتقطمتش، اللي هي الشرشوبه اللي فوق من الراس، الشرشوبه اللي بتبقى من فوق كده، تمسكيها وتحاولي ايه تكسريها. لو كسرت معاكي وعملت صوت كده، تبقى هي طازه وجميله وزي الفل. لو مركونه طبعا لما هي بتتركن بيقطعها، بيقطع الشراشيب منها، فانت تتاكدي بالعلامه دي. لو مالت معاكي يمين وشمال ومش راضيه تتكسر معاكي او كسرت بصعوبه، تبقى بقالها كتير والراجل قطع الشراشيب بتاعها. فانت طبعا، ولو جايباها طبعا من الغيط وشراشيبته مرعرعه، ده مفيش احلى من كده. فانا حبيت اوريكم الحته دي اللي هي فين اللي احنا شلناها بتاعتها دي، زي دي ما تجيش عند دي وتقطعيها. دي جذور في اللفت نفسه. دي تشيلها بالراحه كده، تشيلها بالسكينه كده. انت تقشطي ما تقطعيش، ما تلاقيش كلها بتبقى فتل، ما تجيش تروحي عاملاها، لا انت تقشريها ونحاول، دي نعمه ربنا ونحافظ عليها حتى لو جايبين كميات كبيره. بسم الله ما شاء الله، شوف قلبه ابيض وجميل. وطبعا ده اكتر حاجه حلوه للانيميا، وكمان للتخسيس في منتهى الجمال. هكمل ونرجع تاني. انا الكميه كلها، انا ما بحبش اللي هي التقطيعه بتاعه المطاعم، واحنا كده عايزين حاجه بيتي بايدينا. انا بحب التقطيعه العشوائيه دي، صدقيني بتبقى طعمها حلو، وتحس ان برضو حسب التقطيعه بتفرق الطعم. يعني انا زي ما بجيبه من بره، زي ما اجيبه زي ما هو في البيت، لا يختلف بتاع بره. اللي هو حتى خدمتك ليه، الملح غير الملح، هو بيحط خل عشان يسرع التخليل بتاعه، انت بتخدميه. يعني انا دلوقتي اللي هو لونه احمر مش محتاج بنجر، بس انا بزود القيمه الغذائيه وجايبه له برضو بنجر عشان الانيميا. ده اقوى علاج سحري للانيميا. ماشي، هناخد بقى واحده واحده ونشطفه كويس. انا عندك كده طبق يتغسل جامد جامد جامد، لان احنا ما غسلناهوش في الاول. ليه بقى؟ مهما نغسله العروق دي بيبقى تحتها طينه، وانا هاخد العروق غير اللي هتقطع خالص. العروق دي بقى ايه، دي بقى نغسله حلو كذا مره واثنين وثلاثه، لما اشوف حتى الفرق. شوفوا لونه، بسم الله ما شاء الله، لانه كان جاي من الارض. بس الصراحه يعني اللي جايباه يبقى جنب غيط ولا حاجه بيبقى طعمه تحفه، اللي بيبقى مخزن عند الراجل. طبعا الحاجه الفريش غير، مع انه هيتخلل، بس سبحان الله. هنصفي الميه دي ونرجع تاني. شطفنا اكتر من مره ما شاء الله. نحط برضه نشوف كمان مره، يبقى زي الفل. هي النظافه يعني ما بتاخدش حاجه، نضفي حاجتك عشان تبقى زي العسل وجميله. ما تاكليش اللفت يقرش تحت بقك. تفضلي بقى ايه تغسلي جامد كده. بصي الميه جميله اهي، اول ما تشوفي الميه كده شوفيه زي الفل، خلاص هو كده اتغسل. نرجع برضو تتغسل اكثر من مره. بس هنبتدي بقى طبعا نحطها بقى ديت، نرش عليها ملح ونحطها في مصفى ونسيبها بقى. تسيبيها بقى مثلا من بالليل للصبح، او من الصبح لبالليل، او تسيبيها كام ساعه كده وتحطيها في البطرمانات عادي، وتعملي المحلول بتاعه وتحطيه. في ناس بتحطها من غير ولا نقطه ميه، بتحطي الملح فيها وتعبيها في البطرمانات. في ناس ده بيقولوا ده صح وده صح، بس انا اللي بحبه فعلا ان انا برش عليها ملح كده بالمنظر ده، واسيبها بقى، اسيبها شويه، مش لدرجه يعني 5-6 ساعات، بسيبها شويه هي بتنزل ميتها. كتري الملح اللي فيها وهي هتنزل الميه بتاعتها. احنا كان زمان يقولنا الميه بتاعتها اللي بتطلع دي من الملح بتبقى مش كويسه، بتعمل انتفاخات وكده. وفي ناس لا يقول لك ان كل الميه اللي بتطلع دي مغذيه ومفيده. احنا بقى بنعمل زي ما بيعملوا ايه اجدادنا، وساعات نعمل مره كده ومره كده. انا المره دي انا هعملها بالمنظر ده، انقلهم، اسيبها شويه وبعدين انقلها في المصفى تصفي الميه اللي فيها، وبعدين نرجع نحطها في البطرمانات.
طبعا بقى احنا سيبناه شويه كام ساعه كده، نزل ميه نزل ميه، يعني مش هنخليه بقى لتاني يوم، عشان حتى لو في افاده يبقى ما تخلصناش منه. هنبتدي بقى، انا ما بستعملش الشطه اللي هي البودره، انا احط بقى فلفل كده بدل الشطه. هبتدي بقى ايه، املى البطرمانات. هتجيبي بطرمان لو جايباه جديد اغسليه حلو، ومن بعيد خالص قربيه من النار عشان يبقى فيه تعقيم يعني، والاحسن يبقى ازاز، فلو بلاستيك من بعيد عشان ما يسحش منه. قرنين فلفل كده يدي شطشطه، والشطه حلوه ماده حافظه للفلفل نفسه. هنحط بقى بنجر، المفروض كنا حطينا بنجر تحت برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. انصح بقى ان انتوا ما تحطوش الشطه البودره دي لان عليها كلام كتير يعني. هنحط الفلفل الاخضر، شويه لفت، حتى دوت لما ما مش يوم والتاني تتاكلي منه، ولا خل ولا اي حاجه. طبعا ده انا ببقى كسراه كده عشان يخش فيه المحلول الملحي. دول كنت كسران بس دول لا، عشان بس ايه نكمل بيهم البطرمان. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله. هنحط بقى برضو البنجر قطعيه عشان لما بتبقى كبيره ما بتتوزعش على الكل. المفروض كنا حاطينها شويه من تحت وشويه من فوق عشان يحمر معاكي على يعني كله، اللون يتوزع في البطرمان كله. نبتدي بقى نحضر المحلول الملحي مع بعض. ميه شوفوا بنفسجي دي اللي كانت لازم نازله منها، لما سيبناها فتره من الوقت وحطينا عليها ملح نزلت الميه دي. اول حاجه نحط معلقه سكر، وهنحط دول حوالي يعني انا عشان عارفه بالويم هيبقوا مثلا 5 6 7 معالق، هما هيبقوا 7 معالق. يبقى ده مثلا 3 4 معالق. هو اساسا انا كنت حاطه فيه ملح، فانا الميه كتير، دول هيبقوا 5 معالق ملح، 5 او 6. وهو اساسا احنا ما ننساش ان احنا كنا حاطين ملح في اللفت. نبتدي بقى دي يا جماعه ميه دافيه زي دمعه العين، دافيه دي هتسرع لك عمليه التخليل من غير اي خل ولا حاجه. يهدى مهما يطلع عليه سبتيه شويه يعني مش هيجرى له حاجه. بقى اللون من تحت، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه جميله وانت قاعده بتتفرجي على التلفزيون. حاجه يعني الحزمه في ب3 وفي ب5، يعني حسب بقى انت وشطارتك مع البياع. شوفي انت بقى لما تجيبي مثلا تروحي تبعتي مخلل جنب الاكل، شوفي هتدفعي كام. لو جبتي اقل من 5 جنيه البياع هيقعد يبص لك يقول لك ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده، حتى المخلل غلوه. الله المستعان. بسم الله ما شاء الله شكله يفتح النفس. طبعا انت ما تملهوش ميه لان هو هينزل ميه، سيبي الحته اللي فوق دي لان تاني يوم هتلاقي الميه نزلت، لان احنا ما قعدناهوش فتره طويله تنزل الميه اللي فيه. الغطا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لو وصلتي لغايه الحته دي اللقطه دي حطي لي بقى لايك، ما تنسيش حطي لي لايك. البرطمان التاني حاجه ببلاش كده يعني، حاجه لا تذكر. لو قعدتي جبتي شويه حاجات انت وولادك ملهاش اي 30 لازمه، بالعكس بتنضف حاجه في بيتك. خليكي شطوره، كل حاجه اعمليها في بيتك انضف واحسن. لحظه الحاسق، شوفوا بقى اللون بيجي على طول.
بسم الله ما شاء الله. ما تكمليش كله ميه عشان ما يشرش، سيبي مكان للميه اللي هتنزل منه. وكده كفايه خالص، انت تاني يوم هتلاقيهم ممليين، اصبري عليه. يبقى الفلفل معاه يبقى مشطشط كده، يبقى هو نفسه ماده حافظه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا حاجه ما تجيش ب 10 15 جنيه عملت لكم بطرمان. يا ريت بقى، احنا كده الفيديو خلص. يا ريت لو وصلت لغايه النقطه دي دعموني بلايك واشتراك فضلا وليس امر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.